ليه دايما الواحد بيحس بكسل؟ على طول يبقى صاحي في آخر اليوم كده، خلاص أنا هنصحى تاني يوم هنكسر الدنيا. بس الواحد يصحى تاني يوم مكسل، مش قادر يقوم، مش عارف يعمل حاجة. فده الواحد بيحس بكسل. ايه الكسل أصلا؟ ليه أنا كسلان؟ ليه نسوف؟ هنتكلم في الفيديو ده، فيديو طرش الطرش. فيديو واثق مليار في المية إنه هيعجبكم قبل ما هو يعجبني. بس فقبل ما نبدأ أي حاجة صلى على سيدنا محمد، نذكر الله، ندعو إخواتنا في فلسطين وفي غزة، وقولوا لي إيه رأيكم في التدريب الطرشي. حاجة طرش الطرش. بس فأول حاجة، الكسل ده شعور طبيعي. أي بني آدم خارج ربنا لازم يبقى كسلان نشيط. في حاجات بتعملها تخليك كسلان. إزاي؟ النوم متأخر، أنت هتنام متأخر فهتصحى متأخر، فنص اليوم ضاع. قلة النوم، بتنام قليل، تنام متأخر، فأنت عايز تصحى بدري، فقلة النوم تصحى تعبان. تعمل مهام كتير، عايز تعمل 500 حاجة في نفس اليوم. يعني انت المهام اللي تعملها هتشوفها بسيطة، يا عم ده انا هنقرا 10 كتب وخمس مجلدات ومش عارف، يعني بحسبة مثلا صفحة كل 5 دقايق. فقلة المهام. وعايز تتمرن، عايز تلعب 100 ضغط، فانت اليوم كله مهام كتير. انت شايفها في وقتك دي مهام خفيفة، بس هي مهام تقيلة. فكنت شفت حد كان يقول المهام اللي هتكتبها، حاسس ان انت هتطبقها، اقسمها على 3 تلات، يعني اعمل تلت. هتقدر تلعب 60 ضغط، العب 20 بس في اليوم. خليك ماشي بمبدأ قليل مستمر خير من كثير منقطع. نايس. مفيش خطة، ما عندكش خطة، مش عارف هتصحى تعمل ايه، هتصحى زي ما انت. شوية نذاكر وشوية نلعب وشوية مش عارف ايه، مش عارف انت هتعمل ايه. ما عندكش خطط، ودي الواحد عايز يركز عليها. ان يبقى اليوم مشي على مزاجك عشان ما يمشيكش على مزاجك. بمعنى ان انت تبقى صاحي، انت هدفك يعني لا هتركز مثلا النهارده، تركز زي انت عندك كورسات ماركتينج، اهم حاجة في يومك الماركتينج. لما تركز على حاجة واحدة هتديها 100% من نشاطك، فانت هتبقى منجز. غير لما تبقى 20% ماركتينج، 20% برمجة، 20% ديجيتال، اي حاجة، فانت مشتت. فالتركيز عدو التشتت. فانت لما تحط مهام كتير هتسوف طبيعي، خليها بكره، خلاص لما نصحى بكره مش عارف ايه. تدمن السوشيال ميديا، تهرب. احد اسباب الهرب ان انت تمسك السوشيال ميديا، عندك مهام كتير فانت مش عارف تعملها. فانت تعمل ايه؟ 5 بس، نبص كده على بوست، هنشوف الفيديو ده بكام فيو، هنشوف مش عارف ايه، تلاقي ساعتين هرب. فهتلاقي نفسك عملتش المهام، فتعيد في نفس السيركل تاني. بس ومن الحاجات اللي محدش يركز عليها وانا مركزش عليها، الاكل. انا اكل اي حاجه اي حاجه في الحماده خالص. مفيش رياضه. الرياضه اهم حاجه، بس في رياضه، في رياضه. بس فالرياضه مهمه فشخ، يعني مهمه جدا الرياضه. تحسسك بالنشاط، تحس نفسك مش عارف تعمل حاجه، فاديها رياضه، تحس نفسك جسمك في حركه، قادر تروح وتجاي. فالحركه حلوه. عليك ضغط، مضغوط، تحس ان انت مضغوط، فانت عايز تهرب. تهرب بالتسويف، تهرب بالمماطلة، كسل، حاجات كتير. انت مثلا خايف من الفشل، فبرضه كل دي اسباب. انا اديك اسباب، وانت لما اذا عرف السبب بطل العجب، ولا حاجه زي كده، مش فاكر الصراحه. مفيش هدف واضح، مش عارف هدفك من الحياه. بس مفيش هدف للحياه، يعني انت ايه لازمتك في الحياه؟ عايز تعمل ايه؟ عايز تشتغل ايه؟ فلازم تقعد كده مع نفسك، مع نفسك كده بالراحه، وشوف انت عايز ايه. لو قعدت مع نفسك كده، شوف اي مشكله واجهها. لو واجهت المشكله واتغلبت عليها هتلاقي الحل طبيعي. يعني ما تشوفش مثلا تشوفش المشكله عندك وتقول انا هنحلها، لا، اعرف المشكله، اعرف اسبابها، ادرس المشكله من كل نواحيها. هتعرف المشكله فين، درستها هتعرف تحلها طبيعي. يعني هي اصلا مش عارف نسبي، بس قول 60% من حل اي مشكله انت تعرف المشكله ايه. فانت لو عرفت المشكله خلاص انت جربت. 40% حل في بدل الحل 100، بس انت اهم حاجه تبقى عارف المشكله عشان تعرف تديها حل يجيب نتيجه معاها ويجيب مفعول. بس فابعد التشتت، وابعد، خلي ليميت محدد لي او ليك او لاي حد يتفرج على الفيديو للسوشيال ميديا. ليميت محدد في يوم. في برنامج اسمه ستي فري، خليك حر. السوشيال ميديا اي ليميت استخدام السوشيال ميديا. فده الاندرويد. الايفون ربنا يوعدنا كده بس لما تعتمد على الحماس برضو ده خليك تحس بكسل. لما تعتمد على مزاجك خليك تحس بكسل، تحس بتسويف. هتقارن نفسك بالناس. انا فين من صاحبي اللي بدأ
من 20 سنة. فاللي هو ازاي مفيش. فده كلها أسباب هتخليك تحس بالكسل. ما تقسمش المهام، عايز تاخد المهام مرة واحدة، تعمل المهمة اللي هي 5 ساعات مرة واحدة، ده ما ينفعش. لازم تقسمها، لازم اللي هو تقلل الضغط عليك. بس فدي بعض الأسباب. فيديو فيه كم معلومات حلوة، أتمنى يكون فاتكم. بس فنصلي على سيدنا محمد ونذكر الله، وادعوا لي ولايك وشير سبسكرايب والحاجات دي كل الفيديو ده طرشه.